إن الله عز وجل قال: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. مؤمن بالله عز وجل، عامل للصالحات، مقيم على الطاعات حتى توفاه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فأولئك لهم الدرجات العلى، درجات عالية في الجنة، منازل رفيعة، غرف مزخرفة، أنهار جارية، قصور مذهبة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا جزاء من أتى الله، من قدم على الله وهو مؤمن قد عمل الصالحات ينال الدرجات العلى في الجنة. ومن صفات هؤلاء أنهم يقدمون على الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أتى الله بقلب سليم يا عباد الله، هذا هو الذي ينجو، هذا هو الذي يسعد، هذا هو الذي يرتقي في درجات العلا من الجنة. هذا هو الذي يزكيه الله عز وجل. إنه أتى الله بقلب سليم، فما علامة هذا القلب السليم؟ اتصف هذا القلب السليم بثلاث صفات: بعيد وسليم، سليم عن الشبهات التي تورث الشك في دين الله، وسليم عن الشهوات التي تورث تقديم الهوى على مراد الله، وسليم عن الغفلة التي تصد عن ذكر الله. هذا القلب السليم الذي بعد وسلم من كل شبهة وشهوة محرمة وغفلة تهجم على قلبه. فإذا أردت السعادة وإذا أردت الخير في الدار الآخرة فاحرص يا عبد الله على أن تسلم قلبك مما ذكر لك لتأتي ربك بقلب سليم. أما من لم يسلم قلبه ولم يؤمن بالله عز وجل فإنه لا حظ له ولا نصيب له يا عباد الله. فلنحذر كل الحذر أن نكون ممن أتى الله عز وجل بالإجرام وبالسيئات، وأن نكون ممن أتى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بالأعمال الصالحة.